الحقيقة إن إحنا بنتكلم النهاردة على مرض صعب جدًا، ومرض قاسي جدًا، مرض السكتة الدماغية، مرضى جلطات ونزيف المخ. إحنا بنتكلم على السبب الأول للإعاقة على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. إحنا عندنا عدد كبير جدًا من المرضى بيحصل كل سنة، 250,000 حالة سكتة دماغية جديدة بتحصل. صعب جدًا إن إحنا نشوف رب أسرة يفقد قدرته على الحركة ويبقى طريح الفراش، ويفقد قدرته على دعم أسرته ماديًا واجتماعيًا. المشكلة كمان الأكثر قسوة إن إحنا بقينا بنشوف ده الحقيقة في سن الشباب وفي الأطفال. وعلشان كده جامعة عين شمس كانت سباقة وقررت إنها تتصدى المشكلة بإنشاء أحدث وأحسن وحدة لعلاج السكتة الدماغية مش بس في مصر بل على مستوى الشرق الأوسط. تبرعك هتساعد كل أم وأب وابن إنه يعيش حياته بشكل طبيعي ومن غير ألم. لو أنت شايف إن الدقيقة وقت قصير، فكل دقيقة بتعدي على المريض بيحصل فيها تلف زيادة في خلايا المخ، وده بيأثر على شكل وجودة حياة المريض. ما تستناش للآخر وساعد مريض السكتة الدماغية قبل ما يفوته الفرصة إنه يعيش. خطوة صغيرة منك هتعمل فرق كبير وهتساعد ناس كتير. جمعية أصدقاء السكتة الدماغية، أمل بيكمل بالناس.